السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد حول نقد التراث، مخصوص لمعاندة السلفيين في علمهم الذي يتصورون أنهم على علم. فهم يقولون بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. هذا يا إخوة باعتبار أنه يعني المرأة المفروض ما تخرجش من البيت، وأنه خير لها ألا ترى رجل ولا يراها رجال. ده فقههم هم كده. طب رب القرآن بيقول إيه يا ربي؟ ماذا يقول القرآن في هذا؟ علشان كل واحد فيهم يخرس ويعرف ان هو على ضلال وعلى تهوك، زي موضوع دخول الخلاء اللي هي دورات المياه بالقدم اليسرى والخروج بالقدم اليمنى، ودخول المساجد باليمنى والخروج باليسرى. كمان قالوا ان المرأة لا تصلي في المسجد. طب ربنا قال ايه بقى في القرآن؟ ما لو كان الموضوع ده يعني مش المفروض انها تصلي في المسجد، كان القرآن قال ايوه المفروض ما تصليش في المسجد. القرآن قال ايه؟ قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مع الراكعين، يبقى مع الراكعين هنا معناها ان المرأة تصلي في جماعة. اخالف انا بقى الكلام ده علشان انا سلفي قح وعامل دين جديد لوحدي، ودين اسمه دين التكفير، كل واحد يخالفنا كفره. مش كده؟ مش انتوا بتعملوا كده؟ كل واحد بيخالفكم بتكفروه. انا بقول لك ايات قرآنية. القرآن حضرتك بتقول كمان ان كل الصحابة رضي الله عنهم. غلط. هناك صحابة ملاعين ومغضوب عليهم ومخلدين في النار ولهم عذاب عظيم. صحابة. مش ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ والصحابة قتلوا بعضهم بعضا في صفين والجمل. 100,000 قتيل، 30,000 قتيل مسلم في معركة الجمل، و70,000 قتيل مسلم في معركة صفين بيد صحابة وتابعين مسلمين. مش ربنا كمان قال في القرآن؟ ولا انتوا ما بتدروش بالقرآن خالص؟ عاملين لي بس مذهب اسمه مذهب السلفية، وهو ما مذهب اقول ايه؟ بس انا ما لساني ما بيزلفش بالكلام ده. يعني مش في القرآن برضو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ادي صحابة هم كمان برضو. مش دول صحابة برضو؟ احنا ما بنتدبرش القرآن أبدا. يبقى إذا مش كل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه في منهم قلنا ملاعين، وفي منهم منافقين، وفي منهم ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول، آية ثالثة كمان اهي، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ده كان أساسا بيكلم الصحابة. ساعتها ربنا نزل الآية دي كانت والصحابة عايشين، بيقول لهم لما هيموت سيدنا محمد هتنقلبوا. وانقلبوا، قتلوا بعضهم بعضا، وانقلبوا وعملوا وكفروا، وانقلبوا ومنعوا الزكاة، وانقلبوا كل حاجة. يبقى كلهم زي رضي الله عنهم. يبقى انت بتتألى على الله وبتجحد يا مسلم، بتجحد آيات الله لما تقول رضي الله عنهم أجمعين. يا سلام. والآيات اللي أنا قلت لك دي كلها بترميها ورا ظهرك لما تقول رضي الله عنهم أجمعين، أو رضي الله عنه كده عاطل في باطل. مش نحس شوية بالقرآن ونعرف اهو. تعرف بقى المتدين من اللي مش متدين بأنه كلمك كده. انا بكلمك على الهوا اهو، ما لا ماسك كتاب في ايدي ولا في رجلي اهو، وفي نفس الوقت بدلك على حاجات انت بتقراها وما انتش دريان بيها وبتناقضها باقوالك. رضي الله عنهم اجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. زي ما بتقول انه النبي لا ينطق على الهوى. لا، النبي ينطق عن الهوى، اما الرسول فهو الذي لا ينطق عن الهوى. انتوا مش فاهمين حاجة في الدين. النبي ينطق عن الهوى وكان له ذنوب، كان يذنب.
أما الرسول في شأن الرسالة فكان لا يذنب ولا ينطق عن الهوى. ما تقوليش بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ما قالش. إنما النبي قال، ممكن يكون قال جايز. إنما لازم تفهم إنه أنتوا محتاجين تسلموا من أول وجديد، محتاجين تعيدوا على إسلامكم من أول وجديد، تراجعوا دينكم من أول وجديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولحضراتكم، وإن شاء الله نلتقي على خير، يعني لعل الساعة تكون قريب. شكرا جزيلا.